باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل مع بعض سلسلة سر القوة، وهتكلم النهاردة على احد ملوك المملكة الجنوبية بعد ما انقسمت مملكة اسرائيل مملكة شمالية اسمها اسرائيل وعاصمتها السامرة، ومملكة جنوبية اسمها يهوذا وعاصمتها اورشليم. الحقيقة معظم الملوك ما كانوش ماشيين بحسب قلب الله، لكن هتكلم النهاردة على ملك من ملوك يهوذا اسمه يوشيا الملك، وده ترتيبه ال16 من ملوك يهوذا. والحقيقة ملكه كان حوالي 30 سنة، واخد الملك وهو عنده 8 سنين. وبعدين يقول لنا الكتاب المقدس بعد 8 سنين لما كان عنده 16 سنة وفي سن المراهقة طلب إله أبيه. يعني الحقيقة عجيبة قوي إن جده كان من أسوأ الملوك وهو منسى، وأبوه اللي اسمه آمون ما يتخيرش عن جده. إزاي الولد ده طلع بالشكل ده؟ لكن علشان نعرف السر أو سر قوته كان حاجتين. الحاجة الأولانية أمه اللي تعهدته في محبة الله، ودي بتفكرنا بأم موسى النبي اللي ازاي بالرغم انه اتربى في قصر فرعون لكن طلع عارف شريعة أبيه. وفي واحد تاني اسمه حلقية الكاهن. حلقية الكاهن ده برضو كان هو اللي ماسك يوشيا من طفولته، وعلشان كده لما ابتدى يوصل ويكبر شوية اهتم بحاجتين. الحاجة الأولانية انه ابتدى يرمم الهيكل وهو عنده 26 سنة. الحقيقة الإنسان ده عجيب قوي، بس يبين لنا حاجتين، ان سر القوة في حاجتين: واحد التربية، 2 التلمذة. يعني بصراحة لو عاوزين نطلع ولادنا بيحبوا ربنا لازم يتربوا في بيوتنا في مخافة الله، والتلمذة تكون على ايدين الكنيسة في مدارس الأحد. لأن بقيت ألاحظ إن النهاردة الأسر شوية مش مهتمة بالحتة دي، ومدارس الأحد ده بقت موضوع اختياري. والحقيقة ربنا حتى في البيت موضوع اختياري. لازم نعلم ولادنا منذ حداثتهم وطفولتهم الأولى الوقفة قدام ربنا والطلب من ربنا، ونسلمهم من مدارس الأحد. وبعد مدارس الأحد لما يكبروا يكون في مرشد روحي أو أب اعتراف، لكن لازم يفضلوا مغروسين في الكنيسة. ممكن جدا ولادنا نكون سبب خلاصهم، وإحنا نكون كمان سبب ضياعهم وهلاكهم. اعملوا معروف، الزمن شرير. خلي ولادكم كده يطلعوا زي يوشيا الملك. طولت عليكم، أقول لكم صباح الخير.